شو ردك على الاتهامات هي يا نصوح؟ سيد القاضي المهاب، رئيس محكمة إدانة الإرهاب، السادة أعضاء حلف المحكمة، تحية عربية من بلاد المسلمة، لبيت تجاوزا دعوتكم للمحاكمة دون أن يكون لي فيها خصم ولا مخاصمة. لبيتها بدافع من حسن النية وسلامة الطوية، وتعاونا مع سير التحقيق وتفهما للمطالب الدولية. وأنا الآن أمامكم وحدي المتهم، وأنتم على تعدادكم الخصم والحكم. فيا لها من مهزلة لا تستند إلى أصول. والغريب في المسألة أن القاتل يحاكم المقتول، وسيقرر في المحصلة أنني الفاعل وأنتم المفعول. ولكنني في هذه المرحلة فضلت الحضور والمثول لأرد بنفسي على الأسئلة بدفاع قد يطول. فهل سأنجو من ظل المقصرة؟ وهل سأقفز في المجهول؟ اسمعوني بعد البسملة وبعد الصلاة على الرسول. أسياد القضاة، يا أصحاب القلوب القساة، يا من تستعذبون شعور الطغاة، أنتم الآن تتهمون العرب بالإرهاب وتنعتوننا بالتيروريزم، وتنظرون إلينا نظرتكم إلى غراب، وتعاملوننا بالبطش والحزم. ولا ألومكم في هذا، فأنتم تعتبرون أنفسكم سادة العالم، تكرهون من حارب وتعشقون من سالم، تقربون من طأطأ وتحقدون على من قاوم، تحتقرون طالب الحق، تحترمون من ساوم. وأنتم في سياستكم أشد غطرسة وغرورا من قيصر وكسرى وفرعون. وإذا ما لمستم في أدائكم قصورا فمن حلفائكم تطلبون العون. استعليتم واستكبرتم، وها قد بلغ السيل الزبا. والله إذا بقيتم على ما أنتم لن تقول لكم دولة بعد الآن مرحبا. أنتم تقفون عكس الريح وتعكسون المسلمات والمنطق، ومعلمكم الأحمق يستبيح كل لسان بالعربية ينطق، وربما لن يستكين ويستريح حتى يحتل بلاد المشرق. وفوق هذا تمارسون سياساتكم بسماجة واستعلاء وتعجرف. فإن قال أحدنا يا رب يا قاضي كل حاجة، تتهمونه في دينه بالتطرف. وإن أكثر الدعاء وحسن الديباجة يملأكم التخوف. وإن سبحت ربها دجاجة حلفتم معها، كيف يكون التصرف؟ فأنتم تخشون ديننا ومبادئنا وسياساتنا، وتحاولون جر الضعيف من ساساتنا. وكل من حلب في إنائكم فهو الشجاع الأبي الحر، وكل من عزف عن مبادئكم صار عندكم محورا للشر. وأتوجه بالحديث لحكامنا وولاة أمرنا فأقول: هل ينام القط الأليف في حضن النمر الشرس؟ وهل يصادق سمك السردين الضعيف سمك القرش المفترس؟ سيأكله على التو يا لطيف. فيا أيها العربي احترس. ومن ثم نحن لا نحب استيراد مناهجكم السياسية، هذا مستحيل ومحال. فلا تصدروا لبلادنا خنازيركم البرية على أنها ذبحت بالحلال. أوجعكم في أوطانكم تفجير، وانهار عندكم برجان، فما أسرع ما أقمتم النكير على العرب والإسلام والأفغان، وأعلنتم الحرب على الإرهاب وخصصتم الشرق الأوسط، وأصبحتم في هياج واضطراب كفرس ليس لها مربط. وصارت تصريحاتكم محيرة، زلات لسانكم قذرة، نشرات أخباركم منكرة، تحليلاتكم مفتعلة مدبرة، معلوماتكم مزيفة مزورة، نصفها مسخرة والنصف الآخر زعبرة. فلا دقة في الخبر ولا حياد، تبثون ما يروق لكم وتعرضون على العباد ما يتفق ومصالحكم. ثم إنكم جعلتم من أنفسكم راعي سلام، وتجاهلتم صفات الراعي، وناديتم بالتعايش والوئام بين الحملان والأفاعي. ومفروض بالراعي أن يسعى لعدم التحيز والانحياز،
ولكنكم منحازون للأفعى مع درجة امتياز. ولا عجب في الأمر ولا غرابة، فلكم بين ظهرانينا ولاية حكامها عبارة عن عصابة وجدت عندكم الحماية، وفي كل ثانية تعطونها دبابة وسلاحا متفوقا للنكاية، والذي هي ترفض استيعابه. ماذا لو رفعتم عنها الوصاية؟ والله يا سيدي لولا أنتم وراءها لعجناها ودحيناها وخبزناها بالمخبز، ولكننا محبطون إزاءكم وإزاءها، فالعين لا تقاوم المخرز. لهذا وعلى سبيل الاستعاضة نطلب الموت بدل العار، وسلاحنا في الانتفاضة عصي وسكين وأحجار. أما أنتم يا سيدي القاضي الجليل فإرهابكم الاقتصادي ما له مثيل. قارتكم بالثروات مفعمة، والكل وراء دولاركم منساق، ومؤسساتكم بالأموال مضخمة، وكلها من قطع الأرزاق. استوليتم على النفط والبترول من الشعوب في الصحراء، وشرهتم شره الغول، وبرعتم في مص الدماء. وصاحب النفط كالمذهول لا يملك ردا للقضاء، وإذا قال لكم ولن يقول هذه ثرواتي يا أصدقاء، ربما قذفتموه بالزربول وحجرتم عليه كالسفهاء. والشعوب بثرواتها مفجوعة، وأنتم تمتصونها كالدراكولا، وتشفطون نفطها كالبلوعة، وتقدمون عوضا عنه الكوكاكولا. تسرقون من العين الكحل، ودائما على قولة هات، ولهذا ينطبق عليكم بالفعل الذي استحى قد مات. تريدون لو تصبحون للعالم كله بيت مال، وأن تروا سكان العالم يمشون بالبوابج والأسمان، كي وقتها تتصدقون عليهم ببعض المال، وبعدها تمننون وتفاخرون بأنكم أصلحتم الحال. فهل نحن في الاقتصاد إرهابيون أو العكس يقال؟ سيدي القاضي، سيدي المدعي العام، يا أحفاد الأنكل سام، تسرحون العمال وتستغنون عن العمالة، وتدمجون الشركات الكبرى، وتزداد لديكم في كل حال نسبة البطالة والرذالة وهلم جرة. فأنتم أصحاب سياسات التضييق والحصار الاقتصادي على القريب والبعيد والصديق، وحليفكم يجد على الأيادي. أنتم أصحاب التسريح الجماعي والتجويع والفساد المنظم، وفي سبيل مجتمع إباحي تقرون كل فعل محرم. أما إرهابكم الاجتماعي فمعروف ومفضوح، وكل ما نعتبره لا إنساني هو عندكم مسموح. والدليل على هذا الكلام لم يحمل السلاح أولادنا الفوارس، ولا فكروا في العدوان والإجرام وارتكبوا المجازر في المدارس. هذا هو مخزون من العنف مزروع في رؤوس أولاد العم سام، رشاشات ومسدسات من كل صنف، ومثلهم الأعلى جيمس بوند وفان دام. ثم إن فضائح رؤسائكم مشهورة، وفضائحهم up to date تنتهي بمونيكا لوينسكي الأمورة وتبتدي بووتر جيت. وديمقراطياتكم شوربة، قراراتكم ناقض ومنقوض. تقصفون البلدان الضعيفة بالقنابل وتدمرونها دمارا وتدميرا، ثم ترسلون لها قمح السنابل بحجة أنكم تساعدون شعبها الفقير. سيدي القاضي، أشكرك على عدم مقاطعتي واعتراضي، وحييت لاستيعابك الافتراضي. نحن العرب لسنا أصحاب ذل ومسكنة، بل أنتم من ابتلي بالغطرسة والفرعنة، وأمثالكم في التاريخ كثيرون عديدون. فأين هو كسرى؟ وأين هولاكو؟ وأين هتلر؟ وأين نيرون؟ تريدون سيادة الكون من قطبيه؟ وقديما حلم الثور بحمل الكرة على قرنيه. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، والشجرة مهما علت لا تبلغ السماء، ومصيرها دائما
حطب للشواء. لا تقولوا كان هذا قبلنا ونحن الآن في القرن 21. لا تقولوا قد ينفعنا علمنا وسنسود العالم إلى يوم الدين. قال هذا الكلام طغاة قبلكم واندفسوا في قبورهم ممددين. قالوا على ما أذكر دام فضلكم ما هذا إلا أساطير الأولين. سيدي القاضي، إن كنتم تتباهون بعلمكم وتحتقرون جهلنا، فإن كنتم عندما سدنا العالم سدناه علما وفكرا، ولا يزال اسمنا منقوشا في ذاكرة العالم. ونحن بكل فخر ديننا الإسلام، وليس في الإسلام تنكيل وإرهاب. والله من أسمائه الحسنى السلام، وليس للإرهاب بعد اسمه تنظيم وأحزاب. فمهما أسرفتم في مهاجمة ديننا فننصحكم أن ترتدعوا ولا تسرفوا، لأن كل قوانيننا نستمدها من شرعنا ورائدنا في ذلك المصحف. فإن أسرفتم في النيل من ديننا فبالحفاظ على ديننا نسرف. نحن نحترم جميع الأديان وليس لدينا عليها أي نقمة. هكذا قد علمنا القرآن أن نحترم ما أمكن أهل الذمة. سيدي القاضي، يا صاحب الحلم والصبر والعقل الرياضي، إنني من هنا قلب هذه المحكمة أقول لأثريائنا بالنبرة المتهكمة: تغدقون يا أثرياء أموالكم على المحطات الفضائية وتفخرون صبح مساء ببرامجها الدعائية التجارية، فهلا أسستم بحق الأنبياء محطات عربية قومية لتعرف شعوب العالم ماهية ديننا وقضيتنا السياسية؟ ولتكن موجهة يا أصدقاء باللغة الإنجليزية ليفهم من في الأرض ومن في السماء عدالة قضيتنا العربية. محطات الغرب تسابقنا وتعرض كل ما يشوهنا، تبث الذي قد يضايقنا وتحذف كل ما يشرفنا. تظن الشعوب الغربية بأننا راكبو حمير وبغال، وبأن ميولنا إرهابية، وبأننا من يذبح الأطفال. أسسوا من زكاة أموالكم محطات، وأسهموا في نشر المعلومات الصحيحة، وأكثروا من الشرح والتفصيل واللقطات عن العرب وحضارتهم وعن فلسطين الجريحة. فليس لدينا الكثير من القنوات، وإن وجدت فهي بالفائدة شحيحة. سيدي القاتل، عفوا سيدي القاضي، السادة الحلفاء، أي دفاع منطقي سوف يبري ساحتي ثم أنجو من قرار أحمقي؟ إن حكمتم فاشنقوني، أو إذا لم أشنقي حسبي الآن بأني لم أفاخر بالسكوت المطبق.